صباح الخير. صاحية من النوم جعانة جدا، لأن كان آخر غدايا كان حوالي الساعة 7 بالكتير، وده حرام في الشتاء. يعني احنا لازم ناكل بالليل يا جماعة. ما انصحكوش أبدا ان انتم من 7 لغاية الصبح كده وما تاكلوش خالص. يعني الواحد كان قايم بصراحة عايز يحضر فطار حلو قوي. حضرنا الطاسة الجميلة ديت، هنشوفه مع بعض عملناها ازاي بمنتهى السهولة. مشبعة حلوة، قيمتها الغذائية عالية جدا، وسهلة، مش هتاخد منك اي وقت، والطعم روعة جدا. شايفة الجمال مع العيش البلدي اللي كنا عاملينه؟ الله الله على الطبق، حاجة تحفة جدا. شايفة كله خضار وكله حاجات متينة كده. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجة قشرت كده كام فص توم حلوين عشان يدوا للوصفة بتاعتي نكهة وطعم مميز. كمان جبت بصلاية وقطعتها كده لقطع صغيرة متوسطة الحجم، وجبت كل الخضار اللي موجود عندي في التلاجة. ما كانش عندي موجود بأمانة غير طماطم والفلفل الشطة اللي انت شايفاه قدامك ده. هنقطع بقى البصل بتاعنا لمتوسط زي ما قلت لك، وهنقطع التوم، وهنظبط شوية الخضار دول تظبيطة كده وتقطيعة حلوة، ما تكونش كبيرة عشان تكون مناسبة في الوصفة بتاعتنا النهاردة. عايزة تضربي البصل في الكبة، اضربيه، بس ما يفضلش في الوصفة دي. يعني انا لو كانت الكبة بتنعمه ما يفضلش. قطعيه كده بالسكينة، التقطيعة ديت بتقطع معاكي بسرعة، وبتقطع كمان التقطيعة ان يكون البصل فيها زي ما انت شايفاه كده متوسط الحجم. وكمان رحت على الكام فص توم، حوالي 6 فصوص توم. يعني كتري، هي كانت الفصوص صغيرة فانا مكترة في الوصفة ديت، لان زي ما قلت لك انا عايزة وصفة تكون قيمتها الغذائية عالية. عايزه اتغذى بقى. من امبارح من حوالي الساعه 7 وانا ما اكلتش، فحاسه اني يعني مهبطه، عايزه حاجه كده بقى تنشط الدوره الدمويه. فحطيت ميكس من الثوم والبصل وكمان الخضار بقى الموجود عندي. انا اتعاملت يعني ما توقفيش على حاجه. جبت كام طماطميه غسلتهم، وكمان هقطعهم لقطع برضو صغيره او متوسطه الحجم، ما تكونش كبيره، عشان زي ما قلت لك تناسب الوصفه بتاعتنا النهارده. ما تنسيش بقى لو أول مرة تشوفيني تعملي لي لايك واشتراك عشان خاطر عيلتي تكبر بيكي. وكمان اعملي شير للفيديو عشان يعني يستفيد. لو حد كده الصبح مش عارف يعمل فطار أو مش جاي على باله حاجة، ياخد الفكرة وممكن يستفيد منها. وكلنا بنعلم بعض في الآخر يا جماعة. قطعنا كده كل الخضار اللي عندنا. شايفين الطماطم ما شاء الله، انا مزوده كميه الطماطم شويه. عايزاها النهارده يعني تكون طاسه كده حلوه، ما تبقيش عارفه هو طاسه بيض بالخضار ولا شكشوكه. يعني سميها زي ما تسميها، بس انا مكتره الطماطم عندي النهارده عشان خاطر تديها طعم حلو. وكمان عايزه اعمل كميه حلوه كده عشان كله يفطر معايا بالمره. لما بتكوني جعانة بتطلعي أفضل أطباق ممكن تقدميها. تبقي حابة تعملي بقى حاجة مميزة، ريحتها مميزة، طعمها كمان مميز، فبتطلعي يعني الشيف اللي جواكي، وتظبطي كده الطبق وتحطي عليه شوية عناصر أو مكونات من اللي أنا حطاها ديت تعلي من قيمته الغذائية. جهزنا كل الخضار بتاعنا والثوم والبصل والطماطم، وكمان الفلفل الشطة طبعا بارد وفي نص كده قرن حامي، وده حسب الرغبة. وكمان جهزنا البيض بتاعنا، غسلناه طبعا كويس جدا. وبعد كده طبعا الحركة اللي انا بعملها ديت حركة ما تفضلش تعمليها كده. يعني ليه؟ لان ممكن تكون لا قدر الله في بيضه يعني ما تكونش كويسه، او الصلاحيه بتاعتها منتهيه في وسط البيض، فمش هتعرفيها. فيفضل واحده واحده كده في سلطانيه صغيره، بعدين حطيها في الطبق بتاعك الكبير اللي هتستخدميه. بس لو واثقه من البيض بتاعك خلاص توكلي على الله. جهزنا كده كل حاجه ورحنا على الطاسه بتاعتنا. حطينا مكعب زبده حلو، زي ما قلت لك وصفتنا النهارده غنيه وحلوه وقيمتها الغذائيه عاليه. نزلنا كده هدينا على الزبدة عشان ما تتحرقش، ونزلنا بمكعب زبدة حلو. وأول ما بدأت تسيح معايا نزلت عليها بالبصلة. أنا مش هحمر نهائي لا البصل ولا الثوم، أنا عايزة بس الحاجة تدبل معايا وتبدأ ريحتها تطلع، وبعد كده ننزل من المكون اللي بعده. بعد ما بس البصلة دبلت معايا نزلت على طول بالكام فص ثوم. عايزه اقول لك الميكس كان رهيب هنا، والريحه حلوه قوي، واحنا لسه لا نزلنا ببهارات ولا حاجه. كمان نزلت بالطماطم تاخد لها تسبيكه حلوه كده لغايه ما تبدا تستوي معايا. وبعد كده هننزل ببقيه المكونات. هرش عليها رشه صغيره من السكر، واديها تقليبه، ما تكتريش السكر، يعني رشه صغيره كده.
عشان تقلل من حموضة الطماطم كمان وتستوي بسرعة. بعد كده نزلت بقى بنص قرن الفلفل الحار وكمان الفلفل الشطة العادي، واديتهم تقليبة كله في قلب بعضه كده بعد ما الطماطم دخلت معايا في السوا. وحطيت رشة فلفل على البيض وضربته بالمضرب كده. ويلا انزلي على المكونات الجميلة ديت بالبيض اللي انت خفقتيه كده او ضربتيه، واعملي بقى احلى طبق بيض ممكن تاكليه. شكشوكة، بيض بالخضار، بيض بالطماطم، يعني سميه زي ما تحبي تسميه. بس في الاخر النتيجة هتبهرك وطعمه حلو جدا وسهل، وكمان فطار زي ما قلتلك غني وقيمته حلوة. ولو ولادك بقى هتقدري كمان تبقي متأكدة ان انتي حطيت لهم خضار جوه الاكل لو مش بيحبوا الخضار يعني. ظبطت ملحك وظبطت الفلفل وحطيت رشة صغيرة من الكزبرة. شايفة الجمال؟ طاسة بصراحة يعني تدرس حلوة قوي وسهلة، ما أخدتش وقت. كل الكلام ده ما أخدش معايا أقل من 5 دقايق. كنت مجهزة الفطار الجميل ده مع كوباية شاي بقى. وعيشي حياتك ويلا بينا نجهز ونغرب بقى الطبق الجميل ده. عملت منه طبقين على فكرة حلوين جدا للفطار. حطي بقى أي حاجة خضرة جنبه، خيار، بصل أخضر زي أنا ما عملت، حطيت بصل أخضر مش اكتر من كده. والطبق ما كانش محتاج بامانه اي حاجه تتاكل جنبه، يعني هو كان كده كافي وغني جدا للفطار. يعني وجبه كده غنيه مش محتاج جنبها اي حاجه. وهو تغيير في طعم البيض. عملنا مسلوق مقلي، يعني جودي فيه. والاكل ده نفس زي ما بيقولوا. شايفه الجمال؟ عايزه اقول لك انا قعدت اكل فعلا، انا كنت باكل لاني جعانه. وبألف هنا وشفا. يلا قومي على طول اعملي طبق بيض حلو كده، على فكرة ممكن ينفع للغدا برضو، خطير جدا. شايفة الجمال؟ ده الخضار الحلو بتاعنا. شايفة الفلفل؟ ما اديتهوش تسوية عالية عشان يحتفظ بقيمته الغذائية. يلا ما تنسيش تحطي لي لايك، واشوفك على خير في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.